حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، احنا هنعمل النهارده اكله كده ايه حلوه. هي معروفه طبعا بالفراخ وباللحمه، بس احنا هنعملها النهارده بطريقه بقى مختلفه. تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. انا هنا بقى ايه، خرطت بصلايه كبيره وحطيتها تتشوح، وجبت عندي ربع كيلو سجق. يعني نمشي نفسك باي حاجه، عندك ربع عندك نص، بس احنا بنعمل حاجه اقتصاديه يعني. المهم ايه، ورحت مقطعاها ورحت حطها على البصل بعد ما البصل دبل خالص. وكنت مقطعه قرن فلفل حامي وفلفل عادي احمر واخضر، ورحت حطاهم على ايه، على السجق بتاعي، وحطيت شويه بهارات وحطيت معلقه صلصه، وسبتهم ايه ياخدوا يدوا مع بعض شويه كده مع بعضهم. جينا هنا بقى لسلق المكرونه. انا هنا سلقت المكرونه 3/4 سلقه، مش سلقه كامله يعني. وبعد كده خدت كوبايه من ميه السلق ركنتها على جنب وصفيت الباقي. وجبت الخلاط حطيت فيه كوبايتين حليب لبن يعني، وكوبايه اللي احنا شلناها من ميه السلق. وممكن تزودي لو عندك شوربه بقى، لو انت تعملي كميه كبيره وعندك شوربه زودي مش مشكله. وحطيت معلقتين كبار دقيق، لو ما زي يعني مغرفتين كده دقيق يعني، يعادل مثلا 4 معالق من الصغيرين. وحطيت الكلام ده كله بقى في الخلاط وضربته، ورحت حطاه على النار شويه سمنه بلدي، ورحت حطاه عليه وسبته يتقل بقى. حطيت ايه مرقه وحطيت فلفل وسبته يتقل ايه لما بقى بشاميل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بدات حطيت ايه في القعر بقى، القعر الصينيه حطيت شويه. وطبعا خدت شويه على المكرونه، قلبت فيه المكرونه كلها الاول، وبعد كده خدت بقى حطيت في قعر الصينيه شويه، وبعد كده حطيت نص المكرونه وعليها ايه، وعليها معلقتين بشاميل كبار ايه في النص. كان هنا بقى ايه، السجق بتاعي كان ايه مظبط بقى وعاملاه سبايسي وجميل بقى، واللي عايزه سبايسي يعمل، اللي عايزه عادي يعمل، مفيش مشكله. ورحت حطاه هنا ايه على المكرونه بقى بتاعتي. بصوا شكلها جميل. وكان عندي شويه جبنه موتزاريلا كده، رحت رشه عليهم رشه حلوه. احنا قلنا ايه ادلعهم بقى شويه. رشيت عليهم وجبت بقيه المكرونه اللي كانت بقى موجوده، ورحت حطها من فوق وسويتها كلها سوا واحد. انا هنا كنت مشغله الفرن على درجه حراره عاليه 180 عاليه وكده، عشان عايزاه سخنه قبلها. وجبت بقيت بقى البشاميل اللي كان باقي، ورحت حطاه من فوق زي ما انتم شايفين كده، وسويت الصينيه تمام. وكان برضو ايه، كنت شايله برضو حبه جبنه موتزاريلا. انا قسمت الجبنه يعني، حطيت نص جوه وحطيت رشه من على الوش كده ايه تديله لون جميل كده. وحطيت بقى الباقي كده اهوت زي ما انتم شايفين، وظبطت الصينيه خالص وحطيتها بقى على الفرن. وانا هنا بقى عملت ايه، جبت معلقتين سمنه بلدي بقى وحطيتهم على الوش. ما عندكيش قشطه حطي معلقتين سمنه بلدي، هيدوا لون دهبي. بصوا بقى عامله ازاي، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. حطيتها في الفرن ما خدتش وقت خالص. والبشاميل اللي اتعمل في الخلاط ولا كلكع ولا قعدت احمره في سمنه ولا اي حاجه، سهله جدا يعني. حاجه تعمليها كده في نص ساعه، تضربي كله في الخلاط وتحطي، مش تاخد وقت خالص، وهتبقى جميله. والسجق برضو ما خدش وقت على النار، مسافه ما حطيته ما فيش، كل ده ما خدش وقت. انا يعني التسهيل في الموضوع ده والتغيير ان انا عملت البشاميل كله في الخلاط. يعني ايه، حطيت الدقيق مع الميه مع اللبن مع كله في الخلاط، وحطيت معلقه سمنه بلدي وحطيتهم عليه وتقل بقى، ورحت قافله عليه فما خدش وقت. بصوا شكلها وريحتها تحفه، وطعمها طبعا كان تحفه، بس معرفتش ادوق لكم زي كل مره عشان انا صايمه. فجربوها هتعجبكم جدا وحلوه قوي والله. بصوا جميله من جوه، ومعلقه الصلصه برضو ادت لون كده ايه محمر شويه. جربوها.